نشوف التريك رقم 2. هتكلم عن مين؟ عن الاستقرار والتفاعلات اللي بتحصل بسهولة واللي بتحصل بصعوبة. أول حاجة العيون المستقرة عنده كام؟ على هنا يدي كام؟ 0 يدي 5 يدي 10. يعني مستوى الفرع دي يا فارغ تماما يا ممتلئ تماما يا نص ممتلئ بالإلكترونات. عاش. ناخد ورقة خارجية نشرح فيها دي. العيون المستقرة حتة الاستقرار همثلهم عندي بشخصين، شخص مستقر وشخص غير مستقر. المستقر حضرتك ربنا كرمك كده ما شاء الله عليك، دخلت كليتك كل اللي انت عاوزها باذن الله، بنكبر بحضوركم كلكم، وقابلت بنت الحلال المحترمه الطيبه واتجوزتها، طلعت فعلا واحده بنت حلال، شعرها اصفر، عينيها خضراء، محترمه. اول ما تروح البيت تقلعك الجاكيت بتاعك، تقلعك الشوز بتاعتك، حط رجلك في ميه سخنه. مش موجوده مستر؟ لا موجوده. تقول لي يا مستر عاوز اتجوز عليها، الشرع بيقول لي 4، اقول لك لا، ده انت يا ابني عايش عيشه ملوك محدش عايشها دلوقتي. انت مستقر، ينفع تتجوز على البنت الحلال دي؟ لا. ليه؟ انت مستقر، دي بتاعتك ب0 او ب5 او ب10 تبقى مستقر. لا انا عاوز اتجوز، لا. يصعب الدخول في اي تفاعل. طب ليه ما يقدرش يخش في اي تفاعل؟ عشان هو مستقر. في حين بقى واحد تاني او انت برضه كنتش تسمع كلام مامتك، ما بتصليش، ما بتعملش، خالتك كل اللي انت عاوزها برضه، قابلت واحده انت ظنيتها بنت حلال، اتجوزتها من هنا طلعت عينك، تقول لها يمين تقول لك شمال، تقول لها مش عارف ايه تقول لك لا، تقول لها اهلي تقول لك زمالك، الند بالند اجرك الله. اعملي اكل يا بنتي ما بعرفش، اعملي اكل بعرف ومش هعمل لك، اجرك الله. مش مستقر، طلقها، حرام. هتعمل ايه؟ الشرع بيقول لك كام؟ 4، اتجوز عليها. مش عاجبها تبقى طلقها. ايه ده؟ لو انت مش مستقر هتعمل ايه؟ هخش في تفاعل بسهوله، يسهل الدخول في التفاعل. ليه؟ مش مستقر ومحدش هيلومك يا ابني. طب اديني مثال كده، لو انت الدي بتاعتك 6، عشان تستقر عاوز تبقى مين في دول؟ 5. هفقد، كلمة يفقد يعني يكسد. طب لو انت الدي بتاعتك ب4، مش مستقر، انا عاوز استقر، اخش في تفاعل، عاوز استقر يعني ابقى مين؟ واحد في دول. مين اللي اقرب لي؟ ال5. هكتسب 1 هيكتسب عشان يبقى 5. كلمة يكتسب في الكيمياء يعني اختزال. كمان مرة يبقى تاني، لو انت مستقر صعب تخش في اي تفاعل سواء اكسده او اختزال، بس خدي بالك مش مستحيل. ايه؟ شرع 4 في عالم اجرك الله. نرجع تاني، طب انا مش مستقر، سهل اخش في تفاعل اكسده او اختزال حسب التوزيع. نرجع تاني، يبقى العيون اعرفه مستقر ولا لا ازاي؟ هوزع، لقيت اخره 0 او 5 او 10 ده يبقى مستقر. يلا بينا، ادي العيون مستقر. 1 صعب، لقيته مستقر صعب يخش في اي تفاعل، سهل احصل عليه. مستر ازاي مستقر سهل احصل عليه؟ هقول لك يا بابا، لو انا دلوقتي كنت فرضا 6 انا غير مستقر، بخش في التفاعل عشان ابقى كام؟ مستقر، هبقى 5. طب انا كنت 9 انا مش مستقر، هخش في التفاعل عشان ابقى مستقر، هبقى 10. فدايما مستقر هجيبه بسهوله. يبقى تاني كمان مره نمسح هنا، انا عارف انها بتلخبط شويه. يبقى العيون المستقر صعب الدخول في تفاعل. 2 سهل الحصول عليه، يعني لو عندي واحد غير مستقر يتحول الى مستقر بسهوله. في بنت سماعه بتقول لي ايه؟ قالت لي مره في حصه، بص يا مستر، طب هو مستر مستقر اجيبه انا ازاي؟ ده مراته مهنناه. يا بنتي انت فهمتي غلط، انا بتكلم لو انت مستقر مش هتخش في تفاعل. طيب لو انا غير مستقر هتحول دايما ابقى مستقر. اللي وراه العيون اللي غير مستقر سهل الدخول في تفاعل عشان عاوز يستقر، صعب الحصول عليه. التفاعل دايما بيطلع بسهوله الايونات المستقره. يبقى تاني، الايونات المستقره بتخرج من التفاعل بسهوله، يبقى سهل الحصول عليه.
هل بتخش في تفاعل بسهوله؟ لا، صعب. ولو مش عارف دي يا ريت تسجلها عندك، اعملها سكرين، مهمه. تعالوا نحل عليها سؤالين. مصر 23 مدي لك مين يا برنس؟ مديك التوزيع ده والتوزيع ده، وبيقول لك اي العمليات يسهل حدوثها. خد بالك ساعات يقول لك لا يسهل حدوثها. ماشي، اول تركه عندنا قانون البصمجيه بتاع الايون، يا برجع المفقود يا بشتغل بالقانون ده. ده ايون، هات لي عرضه الذري. اعمل ايه؟ شحنه الايون ب2 زائد التوزيع 3 18 بالآلة وبعينيك تطلع ب 23. ده الفاناديوم جدع. يلا بينا، هات لي التوزيع. موجب 2 زائد 18 زائد 5 ده 25. كده انا جبت العدد الذري. تعالى بالراحه. يسهل حدوثها بي موجب 3. فين البي يا مستر؟ اهو 25 وزعها. ارجون 18 فوريس 3 دي 2 5. ده كده 25. هو قال لي موجب كام؟ موجب 7. الموجب 7 يعني فوق 7، ده بصفر وده بصفر. اللون ده صفار، ده مستقر ولا غير مستقر؟ مستقر. طالما مستقر صعب الدخول في اي تفاعل، يبقى ده غلط. مش هيخش في تفاعل، التفاعل ده مش هيحصل اصلا بسهوله. تعالى هنا. ايه عرض الذري كام؟ 23. هوزعه. فوريس 2 3 دي 23 3. موجب 5 يعني فاقد 5، هفقد من هنا 2 ومن هنا 3. ده 0 0، ده مستقر. صعب الدخول في التفاعل. هنا البي موجب 2، البي ب 25 فوريس 2 3 دي 5. وزعها. موجب 2 هتفقد 2 من الاس. الدي بتاعتك كام؟ 5. ده مستقر. صعب الدخول في تفاعل. اكيد الاجابه بالاستبعاد هي د. تعال نوزع ايه كده. ايه عرض الذري؟ 23 2 3. موجب 3 يا برنس يعني فقد 3، يفقد من هنا 2 هنا 1 يبقى ده 2. ده غير بيخش في تفاعل بسهوله، يبقى دي الاجابه. في استنتاج لو انت مش عارفه اكتبه عندك. كل الايونات الانتقاليه الفوريس بتاعتها بزيرو. اكتب عندك لو مش فاكر دي. كل الايون الانتقالي الفوريس بتاعته بكام؟ بزيرو. اي ايون انتقالي الفوريس بتاعته بكام؟ بزيرو. صلوا وراه. مصر دول تاني 22. احيانا بيطلع محترم ويديك العدد الذريه، واحيانا لا. لو طلع مش محترم بتعمل كده. الجدول فين؟ الجدول ده فيه العدد الذري. مين في دول صح؟ يصعب الحصول على ده من ده. مين بدايه عندي؟ احصل على ده من ده بدايتي. ارجع. يصعب الحصول على كلوريد الحديد 3 من ده. تعال نشوف. لو ده مستقر يبقى يسهل الحصول عليه. حديد هنا تكافؤ ايه؟ ثلاثي. وزع حديد الثلاثي كده. ارجون 18 فوريس 2 3 دي كام؟ 6. افقد 3 يا محترم. هفقد من هنا 2 ومن ده 1 يبقى دي 5. ده كده ايه؟ مستقر سهل الحصول عليه. يبقى الف كده صح. غلط ولا صح؟ غلط. واللي يصعب الحصول عليه هو الصح، يسهل الحصول عليه. مشكلته قال لي هنا ايه؟ يصعب. يسهل الحصول على ده من ده. ادي المنجنيز اهو. هوزعه. امين بعينك تبديل تكافؤ ثنائي. ده موجب 2. العدد الذري 25 فوريس 2 ادي 20 25. افقد 2
افقدهم الاس. الدي ب5 ده مستقر، سهل الحصول، قال لي يسهل الحصول عليه، يبقى دي الصح. بكده اكون خلصت الاستقرار، مفيش حاجه، ده سؤال بيتكرر دايما في الامتحانات. يلا بينا نشوف التركه اللي وراه.